دلوقتي ليتلي آخر كام سنة بالذات أمراض مناعية زادت جدا. بتروحي للدكتور لأسباب كتير مختلفة يقولك ما عندكيش حاجة، أصله تنشن هيدك، فأنتي مصدعة من كتر الاسترس. رقبتك ما فيهاش حاجة، ده أنتي من كتر ما أنتي عاملة بكده. ده أصله قولون عصبي، دي من كتر العصبية. صحيح. يعني التفسيرات اللي هي بتاعت الأعضاء مالها يا جماعة؟ ما فيش، الأعضاء شايلة مشاعر. فأنا كأني عمر ما حد تطرق لده، احنا دايما فعلا بناخدها بده، رقبتي وجعاني اصل ما نمت غلط، اصل عملت مش عارفه ايه، انما عمر ما حد تطرق لفكره ان الاعضاء الجسديه ليها مشاعر، ليها ذاكرة الشعور، ذاكرة الحدث. هتكلم بقى في الحتة اللي احنا قلناها. أنا حصل لي حدث ما وأنا عندي 4 سنين، 5 سنين، 6 سنين. الحدث ده من بره، أنا استقبلته إزاي جوه جسمي؟ بخضة. لما بيبقى تحرش بيبقى إيه؟ انكماش، بيبقى بخوف، توتر، غالبا بيبقى موجود في المنطقة دي. اللي هو لو اتكلمنا ورحنا ويرفير للتمثيلية زي ما انتي بتقولي، مشكلة أمينة خليل هي التوتر ده فضلت شايلاه عمرها كله لحد بعد جوازها. هي ما زالت متوترة. قفل. أنا بتنشن الجسم بالظبط، بيتنشن. هي دي مظبوط. ذاكرة الجسد. هو جسمها فضل فاكر اللقطة اللي عمل فيها كده. فأنا لما حد بيلمسني كده إيه اللي بيحصل لي؟ بعمل كده. صحيح. فبدوس على الزرار، لما ده يحصل إيه اللي بنعمل كده. خلاص فبس بقى رد فعل بكتر دفاعي الحدث. للجسم. عارفة الجمل اللي بيكتر؟ احنا بنكتر جسمنا من غير موعى، بيكتر الحالة بتاعته. دي بتحصل في طول الوقت. غضبانة بعمل كده، خايفة بخش لجوه، متوترة قولوني بينتفخ. يعني الديبانس بقى على حسب الحاجات. عملت كده هوت وصدعت مش عارفة ايه وجرالي ايه. فدايما بنقول ايه تحت الأحاسيس الجسدية دي اللي احنا أصلا مش عارفين نسمعها. فبتقعد فهو كأن شغلتي ان انا اعلم الناس تسمع جسمها. يعني مش مشاعرك بقى بافكارك بتقولك ايه، يعني حتى كلمه حاسه بايه دي بنقولها للجسم. لكن هنا المشاعر بنقول انت شعره بايه. اللي هي بتاع دوت لو يعني حتى ليتلي بقينا بنقول ان the heart او القلب is about connection، التواصل والاتصال بيننا وبين الناس. لكن كل انواع المشاعر اصلا هي الطبقه اللي تحت ما اشعر به، اللي هي احاسيس الجسديه. ليه بنقول احاسيس وحاسه؟ من الحواس الخمسه. صحيح. لان هي الحواس الخمسه هي اللي بنستقبل بيها ما يحدث في الخارج على جسمي. لما سمعت كذا جرالي كذا، لما شميت كذا لما اتلمست، لما انا خزنت دوت ازاي. وده تعريف الصدمه. الصدمه مش اللي حصل بره، الصدمة أنا استقبلتها إزاي. حصل لي إيه جوه بالظبط، حصل لي إيه جوه في أفكاري وفي أنواع العواطف اللي طلعت وإيه اللي حصل في جسمي.